محشي الكرنب اللي بدون رز. ايه رايكم بقى يا بنات؟ طريقه سهله وبسيطه ومش هتكلفنا كتير. ندوق بقى اسماء دي بتتعب معايا كتير، الاعلاميه حبيبتي. هي قربت عامه تخلص الحله، مش اول دقت لسه، بس مش هنزعلها. ايه رايك يا سوق؟ اقسم بالله تسلم ايدك. حلو المحشي بلسان العصفور او لسان العصفور بالمحشي. اقسم بالله احسن طباخه في مصر. تسلم ايدك يا ماما. تسلم كتير عليها المجاملات دي. والله العظيم احلى 100 مره من المحشي العادي. تحفه. تسلم ايدك. كيس ب5 جنيه يعمل لنا حله محشي. ويلا بينا يا حبايبي نشوف الكيس ابو5 جنيه ده اللي هيعمل لنا حله محشي. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. انا رحت السوق لقيت المحشي عجبني صراحه ربنا حبايبي. ما عنديش رز، الرز قعدت ادور، الرز غالي وما لقيتش رز. والله كذا بقال اساله يقول لي ما فيش رز. هل ان احنا مش هناكل محشي؟ لا هناكل محشي. ويلا يا حبايبي نشوف المحشيه الجميله دي هنعملها بايه، ومش هنعملها برز. انا عندي ميه على النار، اقطع الكرنبايه بقى. طبعا الزيت غالي والرز غالي والقوطه، واللي عايز طبعا احنا في الشتاء بنعشق المحشي. الشعب المصري كله بيحب المحشي، لازم نعمل محشي، نتصرف ونعمل محشي. الميه بتغلي اهي، هنزل بمعلقه ملح كبيره. ندوبها بقى عشان المحشي بتاعنا يبقى حايق. والله يا حبايبي انا نزلت السوق لقيت المحشي يجنن، شكله يجنن والله. واحنا صراحه ربنا بنحب المحشي قوي، والعيال كان نفسهم فيه. انا قلت والله ما ازعل عيالي ولازم اكلهم محشي النهارده. يلا نشوف المحشيه الحلوه دي هنعملها ازاي. وادي معانا الميه بتغلي، ننزل بالمحشيه بتاعتنا. محشي دلوقتي اوانه، محشي السبعيني ده يبقى طعمه جميل، هو اللي بيتخزن. كنت عاملاها لكم فيديو قبل كده مخزناه معاكم. والله يا ولاد اقسم برب العزه ان انا ما هتلاقوا الطريقه دي عند حد على اليوتيوب غيري، والطريقه دي هتعجبكم وهتجربوها وهتعجبكم جدا. ما احنا ما فيش رز، والرز قليل وغالي، والزيت غالي، لازم نصرف نفسنا وهنعمل محشي. احنا ما عمرنا ما هنستغنى عن الرز، بس لازم نمشي نفسينا. عندي فلفل باوة 2 الوان، واحد اخضر واحد حامي، وعندي بصلتين اضربهم في الكبة. هنزل بشوية زيت، خلاص البصلة بتاعتي احمرت، انا ما بحبهاش ناشفة قوي. هنزل بالفلفل، انا هضربه بقى طبعا في الكبة، مش هنزل مرة واحدة عشان اشيل المية اللي فيه. الفلفل بيديله طعم جميل صراحة، بالذات الفلفل الالوان. انا من كل ما متوفر في السوق لازم اعمل به المحشي، سواء محشي بتنجان سواء محشي كرنب فلفل كوسه، لازم ادخل فيه الفلفل الالوان. نديله تقلبتين كده يمرض بس قبل ما احط القوطه. كده خلاص يا حبايبي، انا مش عايزه اكتر من كده. هنزل بقى بالقوطه.
انا عامله كيلو ونص قوطه. اللي يتبقى بقى شويه الصلصه اللي بيتبقوا بحطهم في التلاجة بستخدمهم في اي اكل تاني. معلقه بابريكا، معلقه فلفل اسود، معلقه كزبره، مكعب ماجد، 7 بهارات. الملح طبعا حسب كل واحد وحياءه. انا نزلت بنص معلقه ملح عشان انا حاطه في البصله. الصلصه بتاعتنا خلاص اهي، نسيبها شويه كده. التسبيكه بتاعتنا خلاص. بص يا حبايبي، انا برص كام ورقه على فوق بعضيهم. كده بيسهل معاكي في التقطيع اكتر واسرع، تخلي الورقه متساويه قد بعضيها، ما تبقاش واحده كبيره وواحده صغيره. اللي حابب يقطعه كده. مش هتاخد في ايدك وقت ولا مجهود. والورقه دي التقطيعه دي حسب كل واحد والتقطيعه بتاعت الصباع اللي بيلف. معايا 3 حزم خضره هنضفهم طبعا، مش هاخدهم كلهم. انا كنت جايبه من السوق شبت وكزبره بس لقيت البقدونس مش حلو، بس كان عندي في التلاجة حطيت حبه. انا ما خدتش ال3 حزم، كل حزمه خدت منها حبه عشان ما يبقاش اخضر قوي ويبقى مش حلو. حط بقى فيها شويه زيت حلوين كده، تعيد 5 معالق 6. معايا كيس لسان عصفور، اي لسان عصفور يكون موجود عندك في المطبخ، مش لازم نوع معين. وادي المحشي بتاعنا وضبناه طبعا، حطينا في الحله فلفل الوان، بصل شرايح، عند الخضره، معلقه نعناع ناشف، معلقه شطه، والشطه دي حسب الرغبه بس المحشي حلاوته الشطه، معلقه بابريكا، معلقه كزبره، معلقه فلفل اسود. هتحطي بقى حسب كل واحد والاكله بتاعته، كيسين. طبعا كيس لسان العصفور ما بيعلاش عن 5 جنيه. ما ينفعش نحطه كده زي البيض عشان ده عجينه طبعا، لازم نحمره كده. خلاص الدرجه اللي انا عايزاها، هو كده احمر. احط البوله وهشيل الزيت. انا كده برضو لو عوزنا الزيت كنا نحطه على المحشي. نحط بقى الصلصه. الخضره برضو مش هحطها كلها. التوابل بتاعتي، نص معلقه ملح. كلكم اساتذه وكلكم بتعرفوا تعملوا محشي، ويمكن احسن من بتاعي، بس دي حاجه مختلفه وموفره. واللي هي بتبقى خضره بس ما بنحبش الخضره قوي.
المحشي بتاعنا يا بنات بلسان العصفور اهو. كده انا خلصت الكميه بتاعتي، ارفعها بقى على النار. عندي شوربه بقى، شوربه فراخ، بس اي شوربه موجوده عندكم، واحيانا ما بيبقاش عندي شوربه بحط مكعبين ماجد، شويه ملح والتوابل، فلفل اسود، واعمل شوربه. حته زبده، نحط بقى الطبق عشان يتشرب كله. تحت بسم الله ما شاء الله، بس مش بيزيد ولا حاجه يا بنات، الزياده اللي انتوا تخافوا منها. سقيته وحطيت حته زبده زي المحشي الرز عادي، بس بتعلي عليه لحد ما يتشرب، وبعد كده بتوطي عليه النار خالص. المحشي بقى انا شلت الطبق، ودايما بحط كيس تلاجة نضيف. خلاص اول ما بيتشرب كده بروح حاطه كيس تلاجة، بيجي يمنع البخار انه يخرج بره عشان يستوي. الغطا ريحته والله فظيعه، منتهى الجمال. محشي محشي لسان العصفور، ولا نقول محشي بالكرنب بلسان العصفور، سموه انتوا بقى زي ما تسموه. بص الجمال بتاعه، صباع بصباعه اهو حبايبي، مفيش حاجه فكت. بص يا حبايبي، هو بياخد القعد بتاعه اقل من محشي الكرنب، مش بياخد قعد زي محشي الكرنب من القعد بتاعه، لا اقل.